تحياتي. بُص هاقول لك، لازم أقول لك، المرة دي رسالة لكل سيدة مصرية وكل أم مصرية. وعايز أقول لكم رسالة، خدوا بالكم القوانين والحقوقيين اللي دلوقتي والجمعيات اللي بتتكلم باسمكم وبتدافع عن قواضيكم، خدوا بالكم إنها بتعمل فخ المجتمع كله يتدمر. وبيعملوا أرصدة في البنوك وبيلمعوا على القنوات ولاقيين material ومادة يتكلموا فيها. فأنا عايز أقول لكل سيدة مصرية عاقلة وكل أم مصرية، خدي بالِك وشيلوا فتيل الأزمة ده. خدي بالِك إن الرجالة قوامون على النساء، علشان السيدة مطلوب من الراجل يخلّيها مَلِكة متوّجة، إن كان في بيتها أو في عملها أو في الشارع أو في أي مكان تكون فيه، فده حق من حقوقِك. فهُم انتزعوا منكم الفطرة الجميلة اللي في قلوبكم، الحنية والطيبة والاحتواء والتكامل والصبر، اللي خدوا منكم الحاجات الجميلة اللي ربنا زارعها فيكم، وادّوكم بدالها زيف اسمه الحرية، قناع مزيف، هدفه كله تدمير المجتمع. عايز أقول لكل سيدة، خدي بالِك إن زوجِك اللي هو أنتِ عايشة معاه ده، زي ما أنتِ ليكِ أب وليكِ أخ، هو ليه أم وليه أخت. فخدي بالِك لمّا بتتعاملي معاه بالطريقة اللي هتتعاملي معاه بيها، أكيد أخوكِ هيتعامل بيها. فخدي بالِك إن ده مش مصلحتنا، إن كل ما يكون الراجل قوي، الست تكون حرة. كل ما يكون الراجل قوي ومتقدم، كل ما الست تستمد حريتها من قوة راجلها. دي حاجة، دي نقطة. النقطة التانية إن أنا عايز أقول، لمّا الست تتحطم من الراجل، أو إذا كان أخوها أو أبوها أو كده، طب أنتِ لمّا الراجل اللي هو المفروض بيحميكِ وهو واجهتِك، هو اللي المفروض يحتويكِ وقت الخطر، لمّا أنتِ تكسريه وتهزميه وتعيشيه في انهزامية، كان المجتمع كله بقى، إزاي هو بعد كده هيدافع عنِّك ولو احتجتيه؟ إزاي هو بعد كده هيقدر يواجه المجتمع وأنتِ كاسراه؟ خدي بالِك من الحكاية دي يا كل سيدة مصرية. من مصلحتكم إن الراجل في مصر يكون قوي، و و ويكون فكره صافي وذهنه. كل ما يكون الراجل قوي وذهنه صافي، كل ما السيدة في مجتمعنا المصري ده هتكون حرة ومنطلقة وتوصل لأهدافها. وده الهدف النبيل اللي ربنا سبحانه وتعالى آآ زرعه فينا، إن هو إيه، المودة والرحمة والتكامل. السلاح اللي هو كانت السيدة المصرية بتلم بيتها وتحافظ بيه على بيتها، اللي هو سلاح آآ اللي زن على ودان أمَر من السحر. كانت السيدة المصرية بتستعمله عشان تحافظ على بيتها وتحتوي ولادها وأسرتها. السلاح ده دلوقتي انتزع منكم وبيستخدموه عليكم الحقوقيين.